9 خدع نفسية في علم النفس تقدر تعملها مع أي شخص. رقم 1، لو انت في مكان عام وحاسس ان في شخص معين باصص عليك بس انت مش متأكد هل هو فعلا باصص عليك ومركز معاك ولا لأ، يبقى ساعتها عشان تتأكد هتعمل خدعة بسيطة جدا ان انت هتتاوب. لو الشخص ده اتاوب معاك يبقى ساعتها هو باصص عليك ومركز معاك، لان فكرة ان انت تتاوب قصاد شخص ده بيعديه اصلا وبيخليه ان هو يتاوب معاك غصب عنه. فلو فعلا الشخص ده باصص عليك يبقى هتلاقيه بيتاوب معاك، فهتعرف ان هو مركز معاك. رقم 2، لو عايز تتأكد ان في شخص معين بيحبك ولا لأ، بصله في عينيه. لو بص لتحت او حاول ان هو يتجاهل نظرتك ويبص في اي مكان تاني يبقى ساعتها تأكد ان هو بيحبك. رقم 3، لما تكون قاعد مع اصحابك في مكان معين او في مناسبة وفي شخص معين كده انت عارف ان الشخص ده مش بيحبك او في اي وقت ممكن يبدأ ان هو يهاجمك او يتنمر عليك، يبقى ساعتها عشان تتجنب اي مهاجمة من الشخص ده او اي خناق هتعمل الخدعة دي، ان انت مش هتروح تقعد قصاده وهتروح تقعد جنبه. لان انت لو قعدت قصاده هتبقى كده بتديله فرصة ان هو يهاجمك في اي وقت، لان مجرد ان انت قاعد في الجهة المقابلة ليه ده هيحسسه ان انت بتواجهه، لكن لو انت قاعد جنبه ده هيديله شعور لا ارادي ان انت في صفه ومعاه. رقم 4، لما يكون حد بيزعق لك او متعصب عليك خليك هادي، لان هدوءك ده هيحسس الشخص اللي قدامك ان هو مفيش حد مساعده على الخناق وان هو بيتخانق لوحده فهيسكت، لكن لما ترد عليه هيتعصب اكتر ويرد عليك ويكمل، فهتبقى اديت له فرصة ان هو يتخانق. كده ناقص 5 خدع هتلاقوهم في الجزء التاني في الفيديو اللي بعد ده على طول.